بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. أما بعد، النادي الأهلي يرجع تاني يكسب الثقة من أول وجديد من مباراة أسوان بعد الإخفاق اللي حصل في كأس العالم للأندية، وكمان أول مباراة نلعبها في دوري أبطال إفريقيا مع الهلال السوداني، المباراة اللي كانت عصيبة وحصل فيها مشاكل كبيرة. هحكي لك عن الأهلي وهحكي لك عن تفاصيله، ولكن خليني الأول أقول لك على نادي الزمالك. إيه الحكاية بتاعت القيد بتاعت الثلاث لاعبين اللي عليهم المشكلة بقالهم يومين ثلاثة، وقرار غريب من اتحاد الكورة إن بعدم قيد اللعيبة، وبعد كده يظهر كلام تاني لا اللعيبة هتتسجل، لا اللعيبة مش عارف إيه، ونتفاجئ إن اللعيبة دي الكرنيهات بتاعتها متسجلة أساسا من يوم 22 فبراير. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا عزيزي المشاهد المحترم هو اشتغالة على حضرتك وعلينا. اللي بيحصل هو اشتغالة من اتحاد الكورة. اتحاد الكورة من الاخر عمل الحركة دي اشتغالة، عشان من الاخر لو شربها نادي الزمالك تمام يبقى كده اتحاد الكورة علم على نادي الزمالك. حلو الكلام ده لاغراض ايه؟ لاغراض شخصية، عشان دايما في خلافات بين مرتضى منصور وبين اعضاء اتحاد الكورة. دي نقطة مين يتحملها؟ نادي الزمالك. طيب لو نادي الزمالك بقى ما شربهاش زي ما حصل ونادي الزمالك ما شربهاش، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان نادي الزمالك هيقر ويعترف ان هو عليه فلوس، وان اتحاد الكوره هياخد شويه فلوس، يبقى اتحاد الكوره ربحانه معاه. ومين محروق دمه؟ الجمهور، عشان هو ده دايما الحلقه الاضعف في سلسله الكوره دي، هو الجمهور اللي ما بيكسبش حاجه ومش عايز اي حاجه غير ان هو يشوف فريقه في احسن حاله وفريقه دايما كسبان ومبسوط. بس كده. ده بالنسبه لموضوع القيد. وخلاص على راس القائمه بتاعه نادي الزمالك لمباراه الترجي في دوري ابطال افريقيا هيكون موجود محمود شبانه واحمد بالحاج وكمان ناصر منسي. وبالنسبه بقى للنادي الاهلي، بالنسبه للنادي الاهلي حصل تطوير من الراجل، او حصل تطوير على كلام الراجل مارسيل كولر اللي كان طالب ان ملعب التتش يتغير. ادي ملعب التتش، ادي قبل وادي بعد. شوف ملعب التتش فرق ازاي، عشان نعرف بس ان كان ملعب التتش محتاج ان هو فعلا يتطور. وخلي بالك دي مرحله اولى بس من التطوير، لسه الملعب ما خلصش، يعني ما كملش زي ما الراجل عايز او زي ما هو متخطط له عشان يتنفذ. ده بالنسبه لملعب التتش. نادي الاهلي لعب مباراه اسوان في ظروف نفس الظروف اللي كان بيلعب فيها مباراه الهلال، اللي هو نفس التوقيت يعني الساعه 3 العصر. ولكن الاختلاف هنا بقى، الاختلاف ان انت لقيت هنا ناس محترمه بتفهم في الكوره، ناس محترمه عندها وعي، مش عندها انها بتجعجع وخلاص. ماشي، زي نادي الهلال السوداني اللي قابلنا في مصر هنا، وعمره ما شاف مننا غير كل ترحاب. فانت مفكر ان انت لما تكسب نادي الاهلي فده بالنسبه لك، انا عارف ان هو بالنسبه لك انجاز وعظمه ما بعدها عظمه عشان ده اخرك، لكن انت هتيجي عندنا مصر هنا وهتاكل على دماغك في المباراه ان شاء الله، وتاخد لك مثلا 3 4 مستريح وترجع تاني قفاك يقمر عيش. نشوف بقى الاستقبال الجميل من اهل اسوان، وتشوف الحب وحاله الود اللي حاصله بين كل الاطقم سواء النادي الاهلي ولا نادي اسوان. وكانت المباراه دي اعاده للثقه بالنسبه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي قدر ان هو يسجل فيها 3 اهداف. خلي بالك بقى، سيبك من المباراه وسيبك من الكلام الحلو الكلاشيه ده، خليني اقول لك بقى المفيد ان المباراه دي انت طلعت ان مروان عطيه ده صفقه، يعني حقيقي لعيب تقيل وبيثبت نفسه في كل ماتش. وده كل الكلام اللي انا بقوله لك. مروان عطيه لعيب تقيل بيثبت نفسه في كل مباراه، اول ما بياخد وقت زياده بيثبت نفسه اكتر، بيتقل في الملعب، بيحفظ لعيبته، وبتلاقي ان هو شخصيته دايما حاضره وموجوده. لعيب الجوده بتاعته جايه مقارنه بالقندوسي، القندوسي طبعا في الجوده اعلى، ولكن مروان عطيه احسن من اللي عندك. طيب بقول الكلام ده بناء على ايه؟ بقول الكلام ده بناء على ان لاعب زي مروان عطيه استخلص الكوره 17 مره، لاعب جريء، لاعب ما بيخافش، لاعب بينزل يستلم الكوره من اي مكان في الملعب، بيطلب الكوره سواء من تحت او من قدام، وبيبني الهجمه بشكل كويس جدا، فمكسب كبير جدا. ولما بينزل القندوسي طبعا بتحس ان اختلاف في الجوده، اختلاف ان اللاعب ده لمسته له الكوره بس كويسه. وطبعا حسين الشحات المونديالي اللي عامل اداء حلو جدا من كأس العالم، مكمل معاه لحد دلوقتي. حسين الشحات اللي ما شاء الله الله اكبر عامل 3 اسيست في المباراة،
اسيست القفشه واسيست الكهرباء واسيست كمان لعبد القادر. كهربا اللي بيسجل 3 اهداف وبيعمل 3 اسيست في 6 مباريات، مجهود محترم من اللعيبه ككل. الراجل مارسيل كولر النهارده حوالي مغير في تشكيله، قصدي كان مغير في تشكيله النادي الاهلي حوالي 5 لعيبه او 4 لعيبه. فكل ده يعني لازم يكون في الحسبان، ان هو راجل بيعمل دايما روتيشن. والراجل بيطلع في تصريحاته دايما يقول لك ايه، انا قلت ان انا عايز مهاجم، قلت ان انا لازم اللي هجيبه ده يكون اعلى من اللي عندي، ولكن انا مش مثلا عشان لاعب ضيع فرصه او ضيع فرصتين فانا اللاعب ده هنفيه هخليه ما يلعبش الماتش الجاي هطلعه بره. انا ده مش طريقتي وده مش اسلوبي، ودي حاجه تحترم بصراحه في مارسيل كولر يعني. اخر حاجه بقى، الصفقه المرعبه اللي انت واخدها من نادي الزمالك الثالثه. انت واخد من نادي الزمالك صفقتين دخلوا معاك فيهم وما عرفوش يحلوا معاك. الصفقه الاولانيه هي مروان عطيه، والصفقه الثانيه هي احمد القندوسي، والصفقه الثالثه بقى في مسؤولين من نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات مع اللاعب صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب. فاللاعب ما ردش، ما كانش لسه رد عليهم، كل اللي حصل بس ان هو في جس نبض، هل انت ممكن تبقى ترجع وتيجي النادي الزمالك ومش عارف ايه وبتاع وتلعب في مصر والكلام اللطيف الحلو ده. دخل في المفاوضات سريعا النادي الاهلي وخلص كل الكلام تقريبا مع اللاعب، وفي انتظار رأي مارسيل كولر كل اللي قال انا عايز فيديوهات للاعب. بدأ مارسيل كولر ان هو يتفرج على فيديوهات اللاعب، ومارسيل كولر بدأ يقول ان اللاعب ده كويس ولكن انا محتاج اشوف اكتر. فدي المبشرات بالنسبة للنادي الاهلي، لعيب مصري، لعيب مش اجنبي، وبالتالي هيفيد الفريق، ولعيب كويس جدا ومهاجم عالمي. وحقيقي هتكون صفقة ثالثة بالنسبة للنادي الاهلي ياخدها من بق نادي الزمالك كده. اول ما نادي الزمالك يفكر فيها، نادي الزمالك مجرد ما يبقى فيه هو وفي النادي الاهلي فاللاعب بيبقى مغلوب على امره، لان انت قدام البابا وقدام نادي الزمالك فرقة برضو تقيلة وفرقة محترمة، فاكيد الاختيار هنا بيكون بقلبك اكتر من اي حاجة تانية. ده بالنسبة لصفقة صلاح باشا، لسه الايام هتعرفنا تطورات الصفقة دي ايه. بالنسبة بقى لكارثة المنتخب الوطني، كارثة منتخب مصر. انت متخيل كده ان منتخب مصر للشباب، احنا طبعا بعد الفضيحة بتاعت المباراة بعد الفضيحة بتاعت الافتتاح، وان احنا كده كأننا كنا بنفتتح محل فول وفلافل على الناصية، هو ده اللي حصل بالظبط. شوية عيال لابسين ستان وبيرقصوا وهيصة وخلاص، ده اللي كان بيحصل بالظبط في الافتتاح. حاجة تعر وحاجة تكسف وحاجة تقل، هي مش هتقل من حد غير اسم مصر او اسم الرياضة في مصر، بسبب المنظمين اللي انا مش عارف اساسا هم ازاي باي منطق وباي عقل ان ده يكون افتتاح. المهم يعني سيبك من ده خالص. منتخب مصر المجموعة بتاعتها فيها نيجيريا وفيها موزمبيق وفيها السنغال. بسم الله الرحمن الرحيم كده نلعب اول مباراة مع موزمبيق نتعادل 0-0. متخيل بقى موزمبيق 0-0، تمام. تاني مباراة نلعبها وهي مباراة نيجيريا ونخسر 1-0 كده خلاص. بيقول لك يا سيدي ان احنا هنبقى ناخد احسن تالت، هنصعد احسن تالت. تخيل البطولة عندك على ارضك وانت عايز تلعب على ان انت تصعد يعني احسن تالت، او انت لسه الماتش الجاي عندك مين؟ السنغال اللي من ساعة ما لعبناها في افريقيا وهي مديانا على وشنا، افريقيا على وشنا، كاس عالم على وشنا، مش يا راجل ده ما رحموناش في اي لعبة، ما رحموناش. عارف ده كله ليه؟ عشان انت اساسا ما عندكش اساس، انت بعيد قوي، انت بعيد عن الناس بتجهز لفرقة 2008 و2006 و2000 الناس بتجهز لفرق من دلوقتي، انت ما عندكش اساس. مع احترامي لمحمود جابر اللي هو ماسك مدير فني لمنتخب مصر، انت بتعمل ايه؟ انت لو قلت لي ان انت مدير فني محترم ومش عارف ايه، بس انت ما تنفعش تكون مدير فني للناشئين. الليله دي دايره بمحسوبيه، مفيش في الاهلي غير رأفت خليل، وطبعا كريم الدبيس ورشدان، والرجاله دي كانت من وادي دجله اساسا متاخده. رأفت خليل، هو ده حال الكوره في مصر.
هو ده حال الكورة في مصر، واحنا تقريبا شبه طلعنا خلاص من البطولة اللي بتقام على ارضنا. الناس كلها تتفرج كده على منتخب مصر، يا اخي مفيش تسديدة. هو كل التسديدات 3 تسديدات في 180 في 180 دقيقة او اكتر، منهم تسديدتين صحيحة بس. ده كل اللي انت عملته، وفي الاخر شلت، اجري، عرض، كله في الفاضي. مفيش جملة تكتيكية واحدة عملها الراجل محمود جابر ده. انت مدير فني راجل، بيتقال عليك ان انت راجل محترم. ايوه، انا مالي ومال احترامك، انت محترم على عيني وعلى راسي يا عم، بس ده بره الملعب. انت في الملعب ايه؟ بطيخه. مفيش اي حاجه. منتخب مصر للشباب فيه كميه فساد بتحصل فيه. انا هتلوم على مين؟ لوم على المسؤولين اللي فوق، لوم على المسؤولين الاعلى من المدير الفني، اللي دايما المدير الفني ده بننزل كده ويبقى كبشه فدا. هتتكلم في ايه يا راجل؟ هتتكلم في ايه؟ هو ده يعني ده دوريات الجمهوريه اللي عندك، ده دوري المناطق ودوري الجمهوريه. حاجه تعر فعلا. ما عندكش اي اساس في اي حاجه. بالنسبه بقى للموضوع اللي بعده، وهو ان في النهارده يوم تاسيس المملكه العربيه السعوديه، وبيلبس فيها الزي السعودي كريستيانو رونالدو. الموضوع اكبر من كوره، بدأ يبقى فيه تفاعلات على كل حاجة بتحصل في المملكة، وده حاجة بسطاني جدا. شوف السعودية تقدمها في الكوره بقى عامل ازاي. افضل دوري في المنطقة العربية هو الدوري السعودي بلا منازع ولا نقاش، هو الدوري السعودي. اللي بيحصل في الدوري السعودي حاجة من العظمة، لازم انها تدرس. الناس دي بتذاكر بقالها 4-5 سنين، الناس دي بتأسس بقالها 4-5 سنين، وانت نايم هنا، نايم. نجيب ده بالمحسوبية، ونجيب ده عشان صاحب فلان، ونجيب ده عشان ابن عمه فلان. هو ده اللي احنا بنعمله، لكن ما بنعملش اكتر من كده. فيوم التأسيس في المملكة العربية السعودية كله بقى بيحتفل بيه، وكريستيانو رونالدو بيرقص رقصة العارضة السعودية. ونفس الكلام برضو بالنسبة لطارق حامد اللي لبس اللبس السعودي في يوم التأسيس، هو واحمد حجازي، وهم خير ممثلين للكرة المصرية. وبس يا سيدي، كانت هي دي كل الاخبار اللي معايا النهارده. وما تنساش ان انت بس الداعم الوحيد ليا، ودعمك ده هو اللي بيخليني اكمل دايما في كل مره. فما تنساش تدعمني، وتنزل حالا تشترك في القناه لو انت لسه ما فعلتش زر الجرس، وتدينا اللايك الجميل. واشوفك في حلقه جديده يا صاحبي، وسلام عليكم. وما تنساش تصلي على النبي. سلام.